هالو يا حلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وأنتم طيبين. النهارده الفيديو هيكون عن الحاجات اللي أنا اشتريتها لنفسي عشان أدلّع نفسي في العيد، فيا رب الفيديو يعجبكم. لو عايزين تشوفوا الmakeup ده أنا جرّبت فيه منتجات SheGlam اللي موجود على SHEIN، وهيكون الفيديو موجود على القناة وهيظهر لكم هنا فوق لو عايزين تشوفوا الmakeup ده اتعمل إزاي، وإيه الحاجات اللي أنا جرّبتها من عند SheGlam. دوسوا على اللينك اللي هيظهر فوق في الفيديو. وغير كده يلا من غير كلام كتير نبدأ الفيديو، بس ما تنسوش ان انتوا اول حاجة تدوسوا لي لايك على الفيديو ده، وكمان تدوسوا علامة السبسكرايب، ويعني تكتبوا لي كومنت يشجعني. ويلا بينا نبتدي بقى كده على طول في الحاجات اللي انا جبتها. انا حطاها في العلبة دي. حبيت ان انا قبل العيد كده اجيب شوية حاجات اهتم بيها بنفسي، يعني حاجات تكون عليها علاقة بالشعر والسكين كير والكلام ده كله. فهقول لكم بقى الحاجات اللي انا جبتها واشتريتها بأسعار رخيصة جدًا، جدًا. للناس اللي عايشين هنا في ألمانيا هتلاقوا الحاجات دي موجودة في المحلات وأسعارها حلوة جدًا، وهاقول لكم كل حاجة أنا جبتها منين برضه، عشان لو حد بيشوفني من هنا يشوف الحاجات منين يعني يقدر يشتري زيها. أول حاجة جبتها هي الفرشة دي فرشة علشان الغسول بتاع الوش يعني. دي جبتها من Action زي ما انتم شايفين كده. هي شكلها كيوت قوي وانا جبتها بصراحة عشان شكلها. أنا عندي فرشة تانية اللي هي السيليكون دي اللي هي زي بتاعة فريو، بس قلت يعني اغير وكده واجيب حاجه كده بما اننا في العيد، فيعني عايزين كل حاجه تبقى دلع شويه، وفي نفس الوقت برضو مش عايزين ندفع كتير. يعني بيني وبينكم الحاجات دي انا جايبه اسعارها كويسه جدا. ده من محل هنا اسمه اكشن، وكان سعرها رخيص جدا تقريبا 2 يورو يعني. اوكي، عجبني قوي شكلها. بصوا شكلها عامل ازاي. أوه. اهي كيوت قوي. هي بتطلع كده فيها فرشه ناعمه قوي شبه الورده، وبتتعلق كده تاني. وهجيب لكم القطعه اللي وقعت ثانيه واحده. الجزء التاني اللي معاها هو الجزء ده سيليكون، فلو انتوا عايزين تغسلوا بفرشة عادية فهي مع الفرشة العادية. لو مش عايزين تستخدموا فرشة سيليكون فهي معاها فرشة سيليكون. فالاوبشن ده حلو قوي، والاتنين في واحد. وبرده زي ما قلت لكم كده تتحط مثلا على الحوض او حاجة. شكلها لذيذ قوي وكيوت. ايه رأيكم؟ دي موجودة في اكشن. يلا اللي بعده نكمل بقى في حاجات البشرة. اشتريت ده مرطب موجود عند اسنس، موجود هتلاقوه في روزمان او دي ام هنا. زي ما انتم شايفين كده يعني الكواليتي بتاعته شكلها حلو. ده شكله من جوه. انا كنت محتاجه كده مرطب، فيعني استغليت الفرصه وجبته عشان العيد. المرطب ده بالموز، مكتوب ان هو فيه 92% مكونات طبيعيه. كنت بحسب 92% موز، فمعنى كده ان انا احط موز على وشي. فانا متحمسه جدا اجربه، وشكله حلو قوي ومن ايسنس. اوكي اللي بعده كمان الوان مانيكير جديده. انا بطلت احط جل بصراحه علشان يعني عشان الصلاة. فدي ألوان المانيكير. أوكي، فمش عارفة بقى أحط منهم أنهي لون، بس غالبا يعني أنا هحط النود ده بتاع إسنس. والدرجة بتاعته اسمها 09. بص درجته حلوة قوي قوي قوي. اللون التاني اللي هو الزيتي ده من ترندد أب، موجود عند دي ام. اللون الأحمر الفاقع ده برضو من ترندد أب. واللون الأخير هو اللون البني ده برضه من ترندد اب. ف3 من ترندد اب، 1 من اسنس. اللي بعد كده جبت الدوش اويل. ده عبارة عن زيت كده بيدهن على الجسم بعد الحمام. الزيت ده حلو جدا. ده موجود في ليدل. ده البديل بتاع ريتشوال. ده طبعا سعره اقل بكتير، تقريبا ب3 يورو او 3 وشوية. حلو جدا. انا جبت منه لون تاني، لون ازرق، قبل كده واستخدمته جميل قوي قوي، فقرب يخلص فقلت اجيب واحد جديد. دايما بستخدمه بعد الشاور، بيدي ترطيب وريحه للجسم تحفه تحفه تحفه. فانصحكم بيه جدا لو انتوا هنا في المانيا تشتروه من ليدل. حلو قوي قوي. اللي بعده اي حد هنا في المانيا عارف منتجات الشعر اللي انا هتكلم عليها دلوقتي، لان هي معمول لها كامبين جامده قوي قوي قوي، وموجوده على السوشيال ميديا في كل البلوجرز بيتكلموا عنها. وكانت بس موجوده اونلاين في مواقع معينه، بس هي دلوقتي بقت متوفره في المحلات. موجوده في روزمان وسعرها حلو جدا، وموجوده كمان في تيكي ماكس، وانا جبتها من تيكي ماكس. ده عباره عن حمام كريم للشعر، بس بيغذي الشعر جدا، وموجود بالارجان اويل. ده انا جربته حوالي مرتين، يعني انا ما شفتش افكت جامد، بس يعني المنتجات دي عايزه اقول لكم انها يعني واخده ضجه جامده قوي قوي. فانا لقيتها في تيكي ماكس، وكان سعرها بس 8 يورو، فكويسه جدا. وبرده موجوده في دي ام اعتقد برده ب 8 يورو، يعني مش مفيش فرق في السعر. وكمان جبت السيرم ده برده للشعر. تيجوا نجربه مع بعض. انا ما جربتوش من ساعه ما جبته،
ده موجود ان هو بالروز هيب اويل وفيتامين اي. برضو انا جبته تقريبا من تيكي ماكس. لا ده مش من تيكي ماكس لانه مالوش اللوجو بتاع تيكي ماكس، ده انا جايباه من روزمان. كان غالي شويه بس انا سمعت ان هو خيالي، فانا بما ان شعري هايش كده هجربه معاكم. ده شكل العلبه من جوه عشان انا خايفه يزيد شعري. احط كده كام نقطه. هو طبعا معروف عنه ان هو بيعمل لمعه حلوه في الشعر من غير ما يزيده، هنشوف دلوقتي بقى مع بعض. هو فعلا يعني عامل لمعه بس حسيته ان هو شويه لزق شعري في بعضه، بس ريحته حاجه غريبه. ريحته عامل زي بودرة الأطفال أو كريمات اللي هي بتاعت البيبيهات دي، عارفينها؟ مع إنه المفروض إن هو فانيلا، فمعرفش ازاي فانيلا وريحته عاملة كده. ريحته غريبة بس هو ادى لمعة فعلا لشعري. معرفش بقى هل ده هيلزق ولا لأ، مش عارفة، بس برضو هجربه بعد كده وهقول لكم لو عايزين تعرفوا رأيي فيه، لو انتم مهتمين يعني بمنتجات بوميلو. وهم ليهم ويب سايت اعتقد بيوصلوا لكل الدنيا يعني بوميلو، وهيطلع لكم كمان الويب سايت بتاعهم وتشوفوا اذا كان بيوصل للبلد اللي انتم فيها ولا لا. بعد كده اشتريت حاجات تاني من تيكي ماكس كانت للبشرة، وكانت من عند ذا بادي شوب. اولها اللي هو الفيتامين سي ده من ذا بادي شوب، وكان موجود على تيكي ماكس 8 يورو. وده كان بيعمل المفروض ان هو بيعمل تقشير خفيف للوش وبيدي الجلو للبشرة يعني. فده موجود اصلا في ذا بادي شوب في اي مكان، بس لو انتوا هنا في المانيا انا جايباه من تيكي ماكس. طبعا موجود هنا في ذا بادي شوب، تقدروا ان انتوا تجيبوها من عندهم، بس انا لسه ما جربتوش. نشوف بقى اللي بعده. بعد كده كمان جبت ده اللي هو سكين كلاريفايد نايت بيل. ده المفروض ان هو بيتحط على الوش بالليل قبل ما ننام ويعمل كده تنقية للبشرة بالفحم. هو يعني انه نايت ماسك. انا بصراحة مجربتش، بصوا لونه اسود فحاجة غريبة الشكل، معرفش الصراحة يعني هو هيبقى تأثيره ايه، بس انا هجربه الايام الجاية علشان كده احنا عايزين على العيد يبقى شكلنا نظيف. فانا جايبه كل الحاجات دي عشان اجربها قبل العيد وان شاء الله يا رب تظبط. اللي بعده علشان ندي وشنا كمان شويه جلو زياده، شويه لمعه. واضح ان انا بحب اللمعه. جبت الاتنين سيرم دول من اكشن. انا كنت جبت ده قبل كده اللي هو بالكولاجين وفي كده زي حبيبات الذهب، فانا جربت ده قبل كده وكان تاثيره حلو قوي، بيدي ترطيب جميل. وجبت كمان الجديد ده اللي هو بالهايلورونيك اسيد، والاتنين من اكشن سعرهم كان رخيص جدا يعني اعتقد ب2 وشويه. فلو انتي بتدوري هنا على سيرم سعره كويس والكواليتي بتاعته كويسه، فانصحك تجربي دول، هيدوكي ترطيب. فيعني احنا مش عايزين من السيرم اكتر من كده. فدول موجودين في اكشن بس. اللي بعده. وبمناسبة بقى العيد حبيت ادلع نفسي واجيب شوية اكسسوارات كده، فجبت دول من اكشن كده اللي هم الهوب ايرينجز. دول فيهم كل الاشكال، بصوا مش حارمة نفسي من حاجة، كل الاشكال وكلهم بصراحة شكلهم شيك وحلو قوي. يعني انا حابة الشكل المدور ده وحابة ان انا اغير شوية والبسهم. بصوا دول، مش فاكرة دول كانوا تقريبا من شي ان، وده كان من شي ان برضه. التلاتة دول كانوا من شي ان. ده فضة، دول من شي ان. فجبت دول بقى من اكشن وقلت كده اجربهم. يعني هما مش بتوع استخدام كتير، بس يعني للتغيير، نوع من انواع التغيير. وانا بحب ان انا كل شويه اغير في الحلقان، ما بحبش ان انا اثبت على حلق واحد. حتى الحلق ده بتاعي ما بلبسوش كتير، دايما بحب اغير واحط الاكسسوارز. وتكملة في سلسلة الحلقان، انا لما في حاجة بتثبت في دماغي خلاص يعني انا بفضل اشتري منها لحد ما تزهق مني وازهق منها. ففي ماركة اسمها لوفيزا. الماركة دي موجودة هنا في المانيا، ليها فروع كتير جدا في كل المولات. سمعت ان الكواليتي بتاعتها حلوه فرحت اشتريت كذا حلق، ودايما بيكون عندهم عروض مثلا اللي هو 4 بكذا، 3 حلقان بكذا، 5 حلقان بكذا او كده. وعندهم حاجات كمان فضه وحاجات اللي هي للبيرسينج اللي هي بتبقى ما بتعملش يعني حساسيه او كده. فروحت جبت كذا واحد. ده اول واحد، بص شكله حلو قوي قوي قوي، شبه الكرز. اهو. وده كان سعره 3 يورو، بس كان ساعتها عندهم عرض اللي هو تقريبا باخد 5 او حاجه زي كده.
ب15 أو ب10 حاجة زي كده يعني. المهم مش فاكرة الأسعار أوي، بس هاقول لكم الأسعار اللي موجودة عليها، وأنتم تقدروا إن أنتم تروحوا المحل لو أنتم هنا في ألمانيا، اسمها لوفيزا، وليهم ويب سايت كمان لو أنتم حابين تعملوا أونلاين شوبينج. ده تاني واحد أنا جبته. ده تاني واحد جبته، ده لونه اسود كده، وزي ما انتم شايفينه اللي هو طويل شوية، فاما بيتحط هنا كده على الحتة دي بيبقى مالي المكان كده، فاهمين؟ فشكله حلو قوي برضو. تالت واحد زي التاني بالظبط، بس لون سيلفر. كل واحد في دول مكتوب عليه ان هو ب3 يورو. بعد كده بقى بصوا الطلقة دي ده يعني خطير خطير خطير، حلو قوي. انا جايباه علشان انا عندي هنا فوق خرم، فعايزه احط واحد كده واوصل التاني هنا، ويبقى هنا في سلسله كده. متخيلين المنظر زي كده؟ الحلقان اللي فيها سلاسل نازله دي طالعه موضه قوي، والماركه دي ممتازه، وده كان سعره 5 يورو. زي ما قلت لكم اسمها لوفيزا. بس ده شكله حلو قوي، ده غالبا اللي انا هلبسه في العيد. وتكمله للسلاسل بما ان هي طالعه موضه، فجبت ده فيه كده فص احمر. بصوا بيبقى لافف كده يعني من ورا ومن قدام، ولونه حلو قوي يعني. ده مع الليبستيك احمر يعني، حتى لو انتي لابسه اسود في اسود هيطلع جنان جنان حرفيا انا لازقه في الكاميرا قوي بس هيطلع حلو قوي. وبس هي دي الحاجات اللي انا جبتها علشان ادلع نفسي في العيد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، هو فيديو سريع وبسيط، بس انا حبيت اشارك معاكم الحاجات دي، وحبيت افكركم بان كل سنه وانتم طيبين. وما تنسوش كمان ان انتوا تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتدوسوا سبسكرايب وتكتبوا لي كومنت شجعني. وبس كده، باي باي.